مبروك. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم هالة والبني آدمين. ومعنا اليوم ضيفان يمثلان طبقة كبيرة من طبقات المجتمع. أحدهما عالم فسيولوجي سائق الجهاز التنفسي وخصوصا طريقة دخول وخروج الأنفاس، والأخرى نموذج للفتاة المصرية المكافحة التي تحدت ظروفها القاسية لتعيش بشرف دون سؤال الآخرين لقمة أو ساندويتش. ضيفنا هو الأستاذ خالد الشداد الشهير بالشفاط. مساء الخير على كل الموجودين، مساء الخير على الموجودين. مساء الخير يا حسن. حلال 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 احنا دي مدونة بقى. والأنسة سابقا سالم براني الشهيرة بس من الآخر. موبايلات ها حبيبي. يا عمر تعال يا عمر. يا لالي صوابع دي ولا صوابع عندها نفر. لو سمحت هو لسه في تاني لاستيك ولا بلاستيك؟ منه الباقي. عدت ازاي يا ابن اللعيبه؟ وهنسأل دلوقتي 303 ها 303 عدي على 302. وهنسأل دلوقتي الأستاذ خالد الشفاط. ممكن تكلمنا عن طفولتك ونشأتك في الحياة؟ على صوتك. انا اولا انا احب اقدم شكر خاص لحاج سلامه يا جدعان. حاج سلامه الشداد والدي، ربنا يفك سجنه. لو كنا بنقولوا معانا يا عشان بابا ربنا يفك. قولوا امين. قولوا امين. امين. يا رب يفك زنقته. امين. يا رب يفرج كربته. حاج سلامه الشداد دوت كان يعني كار يعني طيب السجن كبير بقى. اول عرضه معرفة الحشيش كان عن طريقه يعني خلاص كل يوم. لا عزم راح علينا عزم. هنتعب كده يا عزم. انا مش خارج ولا يا جماعه نزلت عليك. لا احنا كده اهو في الحلقة. نزلت عليك يا جماعه. صوت. ايه اللي طلع امنع تصوير. كات صلاح المكياج اللي وقع. صوت. خش اللي وقع منك. كمل يا أستاذ خالد يا شفاط. والله حكايه كده والله. كمل. كل يوم بالليل اروح البيت الاقيه قاعد في الدوم دخان طالع معاه بميكاو ريحه استغفر الله العظيم يا رب. انا عارف ان الريحه دي كلب والله ما اعرف ايه الريحه. والله ما اعرف ايه الريحه اللي كانت طالعه دي. انا الحاجه كانت عندي لسه صغير لسه يعني عندي 5 سنين ما اعرفش اي حاجه في الحياه دي. وبعدين كل ما اساله يابا ايه الدخان دوت يقول لي مالكش دعوه يالا اتكل على الله حاجه ما تخصكش. ايه يا ابني الدخان؟ في يوم من الايام بقى بالليل كده بعد ما اخلص ذكر يعني
رحت داخل عليه الاوضه بقى بعد ما خلص سنه، لقيته نايم الصلاه على النبي كده سطيحه، ما بيقطعش بنطق ولا اي حاجه، يعني قاطع كله ميه ونور، ولقيت فحم مرمي وحاجات كده بلاوي وبتاع. بقول له ايه ده يابا؟ قال لي ايه اللي دخلك هنا؟ هات يا ابني. اكتب ده ما تنساش حاجات منه لو بلاش. سمحت ممنوع الاقتراب او التصوير. وبعدين بقول له ايه ده يابا؟ قال لي انا كنت بشوي ذره. بقول له يابا ده فحم. قال لي ما الذره اتحرقت يا ابني، الذره اتحرقت يا ابني. بس هي دي بدات حياتي. فضلت كده بقى لحد ما اتعرفت بالسيد الفاضل، يعني برضه الاستاذ حوكا اللالي دوت، برضه كان من الناس اللي ليهم فضل كبير عليا. انا عايز من خلال البرنامج دوت اقدم له احلى تحيه والنبي حاجه لو تحيه لو سمحت للاستاذ حوكا الهالي، ربنا يعلم راكبه يا رب. او النبي يا حاج هلا لا امتى بقى على حشيشه. ده برضه فضل معايا كده يعني. اول شاب في حياتي كان بيديني سجاير ومظبط لي الليله يعني، والحمد لله وصلنا اللي احنا فيه ده يا حاج هلا، كله بفضل الله. عادي. طب يعني قصدك تقول ان انت مش مدمن؟ لا من اعوذ بالله ابدا يا حاج هلا، مفيش حاجه من دي ابدا. عيب. طيب ونتقل دلوقتي علشان نكلم الأخة الجميلة سوسو من الآخر. والله انا صدقت يا جدعان. خلي بالكوا ده لو صدق اسألك انت كمان سؤال لولبي. ايه حكايتك يا سالي؟ انا كنت في رابعه ابتدائي. انت من اولها ناشئين. اقعد ساكت بقى. ماشي تتشقلب ولا ايه؟ ايه ده؟ الصوت لو سمحتوا لا في البرنامج، والله ما تشوفوا حاجه تاني خالص. لا ده لسه في عرض تاني في الاخر. وحسيت بموهبتي في الرقص. الله حاجه. لا غازات سمحت اللي يحبنا ما يضربش نار عندنا. الدنيا حر. الكاميرا دي خانقاني. وقعت منه. وبعد كده نزلت اجيب مره فطار، راح ابن الجيران قابلني وراح قال لي انت راسك حلو قوي. من ساعتها انا ارقص قصاد المرايه وابن الجيران يخبط لي يطبل لي من الشباك. وبعد كده بقى في اعداديه اتصاحبت بقى على واحده اسمها جميله، بقينا اصحاب بقى خالص، وعزمتني عند البيت عندها. كنا بنرقص بقى انا وهي وكده. بلاش تفاصيل هنركز يا جماعه انا قاعد وبعد كده دخل علينا اخوها مره واحده، لقينا بنرقص رحت ساكته. راحت اختها بقى راحت قايله لي بقى خبط معايا يا جماعه، خبط مايك. ده الناس اللي معانا تعبت. شوفوا يا جماعه يا جماعه قالت لك ما تتكسفيش، ها ارقصي قدامه ما تتكسفيش. ايه في الحاله دي يا عم احمد؟ لا انا مش هتكلم بقى كده. خد هي قلبي. انا عارف اختياراتك لو سمحتوا يا جماعه، حبيبي. لو سمحت ايوه يا حاج هلا. الصوت لو سمحت. بعيد بس من جنبها. بعد كده بقى اختها قالت لي ما تتكسفيش، بقينا نرقص انا وهي بقى عادي، ومبقتش اتكسف من ساعتها. واتعرفت بقى على شاب لمدة سنتين، وبقينا بقى يعني خد كل حاجة مني. ايه بالظبط؟ ها يا جماعه ده سؤال محرج. سلفها اعز ما تملك. ايه بقى عودي الكباب مثلا. وبعد كده راح سايبني موبايل كارت صح. بعد كده راح سايبني وماشي. مش اولها كروت دي على فكره. كنت في فرح بقى وقعدت ارقص، واحدة اتبسطت بيا براسي وكده. هتعملي ايه؟ انا قلقان منك والله. لو سمحت يا جماعة راحت عازماني. ظروف ما نعرفش في ايه بعد كده. لو سمحت الصوت.
كملي. الجو حر قوي. لا الصوت لو سمحت. رحت بعد كده بقى معاها الشقة، لقيت واحد هناك. من ساعتها بقى الواحد ده هو أكل عيشي. عادل السلامة. سقفة كبيرة لشجاعة سوسو من الآخر. ونرجع تاني للأستاذ خالد الشفاط. وهيقطع في المنطقة. خلي فلوسه من الاخر. أستاذ خالد. أستاذ خالد. أنت بتكبر كام تلمسني؟ طيب أنت مش بتواجهك أي مشكلة في حياتك؟ والله من ناحية المشاكل كتيرة أوي يعني ربنا يكون في عوننا والله. لو سمحت يا علي الصوت شوية. يعني الحمد لله حاجة. أول مشكلة كانت بتواجهني هي كانت مشكلة الشغل. يعني أنا برضو أنت عارف أنا راجل صاحب كيف ومزاج يعني. حكاية الشغل دي كانت تعبانة أوي يا حاجة، مقصرة معايا في الشغل لدرجة إن أنا بطلت أبطل يعني. بطلت أبطل. والله. يعني هتبطل شرب؟ لا شرب إيه؟ مجنونة ولا إيه يا ولية؟ أبطل شغل. يعني حضرتك بتفضل تبطل شغل وما تبطلش شرب؟ طبعا انت ما تعرفيش كيف. والله يا استاذ خالد انا بقول لك صدرك كبير وبيسيح حشيش كتير. ونرجع تاني. وانت يا سالي عندك مشاكل في حياتك؟ لا طبعا مفيش اي مشكله بتواجهني في حياتي. عندنا مشاكل تعبانه احمد. يعني هتفضلي يعني هتفضلي تشتغلي في الاعاره؟ طبعا ده احسن مهنه انا اشتغلت فيها. طبعا لازم اشتغل فيها. انا لقيت نفسي فيها. انا بنصح كل بنت اللي هي تشتغل في الشغلانه دي. معانا بنات يا جماعة، معانا بنات. نصيحه. طيب بنوجه الشكر لمشاهدينا الكرام. ولو عدت أن نقدم لكم الكثير من الفضائح وملحوظة. على فكرة يا اخوانا احنا رجالة قوي ها؟ مش اللي احنا حريم يعني ها؟